وهقول لك اسمع إلى الموقف العجيب، ربما يكن من أعجب المواقف التي تسمعها في حياتك بعدما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الرجال يقول: مرض خالي مرضا شديدا، وقرر الأطباء أن يدخل خالي إلى المستشفى وأن يكون معه رفيق، فكنت أنا رفيقه. فيقول: والله حدث معي في الحجرة التي بها خالي موقف أغرب من الخيال. هيقول إيه الراجل ده بعدما تصلي على حبيب قلبك محمد؟ بيقول: دخلت الحجرة مع خالي وأنا المرافق ليه، وفي نفس الحجرة اللي فيها خالي فيها راجل تاني على سرير المرض. يقول: سبحان الله، فضلت أيام في الحجرة مع خالي ما سأل عن هذا الرجل أحد، ولا زوجة ولا أولاد ولا جار ولا قريب ولا بعيد ولا عدو ولا حبيب. فيقول: أقسم بالله تعجبت من حال هذا الرجل، واحد في المستشفى، واحد في أيامه الأخيرة ومحدش يسأل عنه ولا حتى أولاده. فيقول: كلما نظرت إلى هذا الرجل وجدت هذا الرجل يبكي ليل نهار، وعنده كحة لا تنقطع لا في الليل ولا في النهار. كحة أول مرة في حياتي أسمع الصوت ده، عمري في حياتي ما سمعت صوته. أنت متخيل عرف في النهاية إيه؟ في النهاية قبل ما أحكي لك اللي هيحصل بينه وبين الراجل اللي بيحكي عنه ده، قال: والله ظل أسبوع كامل يطلع في الروح وهو يذوق سكرات الموت من العذاب أمام عيني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بيقول: اتكلمت معاه، قلت له: يا عم الحاج، انت محدش بيسأل عنك ليه؟ انت فين زوجتك؟ انت فين بناتك؟ انت فين أولادك؟ قال له: يا ولدي، والله ما أوقعني في هذه الحالة إلا أنني ظلمت صاحبا لي ودعا علي وقال: حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وهذه الأموال لن تغنيك. بالله عليك ما تنسى الدعوة دي. واحد صاحبه دعا عليه وقال له: حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وهذه الأموال لن تغنيك. قال له: أنا مش فاهم حاجة يا عم الحاج. قال له: يا ابني، أنا كنت في تجارة، وكان واحد من أقرب أصحابي مشاركني في التجارة دي، هو داخل بالمال وأنا داخل بالمجهود والمتابعة. فيقول: شهر، في الثاني، في سنة، في الثانية، كبرت التجارة وكثر المال وتوسعت الشركات، وبدأ الشيطان يدخل إلى قلبي وإلى عقلي حتى تملك الشيطان مني. فجئت إلى صاحبي هذا وقلت له: إن التجارة قد خسرت وإن الديون قد زادت ومش عارف أعمل إيه. يعمل إيه الراجل بقى اللي بنحكي عنه دوت؟ كتب كل أملاكه وأمواله إلى أولاده بعد أن نصب على صاحبه في عقود بيع وشراء، وبعدما تأكد صاحبه أنه ظلمه ونصب عليه وأكل ماله، وقف أمام وجهه وقال: يا صاحبي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وهذه الأموال لن تغنيك ولن أسامحك أبدا يا صاحبي. وتركه وذهب. قال: والله ما مضت أيام وبعد هذه الدعوة وقعت على فراش المرض وتخلى عني القريب والبعيد، وأول من تخلى عني هم أولادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو رباهم من حرام، وأكلهم من حرام، وركبهم عربيات من حرام، وأعطاهم شركات من حرام، وزوجهم من حرام. تخيل بقى، تخيل كده، لما وقع هذا الرجل على فراش الموت يبعت لأولاده: يا أولادي، نعم ظلمت فلان وسرقت ماله ونهبته ونصبت، بالله عليكم. تخيل
بيستحال على مين؟ على أولاده. بالله عليكم ردوا هذه الأموال إلى صاحبها. قالوا له يابا، قال لهم نعم. قالوا له لما تروح عند ربنا وتبقى تقف بين ايد ربنا ابد صاحبك حقه اللي جالنا ما بيرجعش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذهب إليه صاحبه بعدما طلب الرجل المريض أن يسامحه، راح له المستشفى قال إن أولادي تخلوا عني، أطلب منك أن تسامحني لوجه الله. فرفض صاحبه وقال حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وهذه الأموال لن تغنيك، وعندما أقف أمامك بين يدي الله لن أسامحك أبدا، ونحن في العرض أمام رب العالمين. ظلم سامحوا صاحبه ما سامحه. هيجي يوم القيامة وقلبه هيرق؟ أبدا والله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فقال الرجل الذي مع خاله والله مات أمام عيني وبجواره صاحبه وهو غضبان عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مالك هينفعك؟ والله ما هينفعك. أرضك هتنفعك؟ والله ما هتنفعك. أولادك هينفعوك؟ والله ما هينفعوك. قال الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب أنت اللي قلت مش أنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.